ماذا حل بالطفلة ريمار بعد تعرضها للتعذيب والضرب داخل منزلها؟ تقرير دونيز رحمة فخري. لم يكن ما حصل لريمار حريري ابنة العام والنصف عن طريق الخطأ، ولم تقع عن سريرها فيما كانت تلعب. جرمها الوحيد أنها ولدت في كنف العائلة الخطأ. ريمار تعرضت وفي منزلها لأبشع أنواع التعذيب والضرب. كانت في حال غيبوبة عندما وصل والدها عمر سوري الجنسية إلى منزلهما في الطيب في مرجعيون، حيث يسكن مع طفلته وزوجته الجديدة والتي هي أيضا زوجة أخيه السابقة. نقل الوالد طفلته إلى مستشفى مرجعيون، فكانت في حال مذرية أذهلت الطاقم الطبي والتمريضي في المستشفى. تم إجراء الفحوصات بالصور الشعاعية والطبقية المحورية اللازمة. تبين في عنا أنه نحن في نزيف داخل بطننا، وبنفس الوقت من خلال معاينة الطفلة تبين في كدمات واضح على وجهها وعلى رقبتها وعلى بطنها، بالإضافة على الأطراف تاعولها. فتم إجراء عملية جراحية طارئة امبارح المساء المستشفى، وتبين أنه في عنا قطع على مصران ونزيف داخل البطن. خضعت ريمار لعملية جراحية طارئة، وحالتها الآن مستقرة وتخضع لرقابة الأطباء. أما الوالد وزوجته فيخضعان لتحقيق لدى قوى الأمن الداخلي، حيث أوقفا فور وصول الطفلة إلى المستشفى، في وقت تشير المعلومات الأولية إلى أن زوجة والدها هي التي كانت تضربها وهي المسؤولة عن هذه الجريمة. في محيط منزل العائلة القائم في منطقة نائية بعيدة عن السكان، يستنكر أهالي الطيب هذا الحادث ويؤكدون أنهم لم يسمعوا أصوات الضرب والتعذيب كون المنزل منفردا. خبرية مثل ما بقولوا بتهز البدن، إنه مرة طبش بنت صغيرة، فهيدا اسمه إجرام، يا أنه أمها عقلتها ما بيشوا، يا أنه هالوضع اللي هن فيه الطفر الفلس وصل لها المرحلة، فالعلم عند الله. قصة ريمار قد يكون لها أكثر من قصة شبيهة لأكثر من طفلة بريئة، والتهاون مع هذه القضايا جرم بحجم الجريمة نفسها التي لحقت بريمار.